انتصار، اعتقدت أن النمور سيبقى عند بحيرة البجع حيث الماء والعشب اللذيذ. لم أتوقع أن يكون لدى النمور والحمار البري هذا الإصرار القوي للعودة إلى الوطن. إن هذا يثير دهشتي وإعجابي يا مبروك. كل هذا بسبب الأخوين القناص. علينا أن نمسك بهما عندما نراهما في المرة القادمة. أخاف على النمور أن يتقدم في الأراضي القاحلة. أرجو أن نجد نمور. من الواضح أن مبروك عنيد وهذا ليس جيدا. لولا نمور لما كنا أتينا إلى هذا المكان. يجب ألا نشك بمبروك وقدراته، فهو على الأقل ولد طيب القلب. أنا لم أقل غير لم نكن موفقين هذه المرة، لم نوفق. لا تكن هكذا يا ببغان، لا تكن ضيق الأفق. عد لغيبوبتك، هذا أفضل. لم تكن السيارة كما كانت. هذا طبيعي، فقد تأثرت بعد وقوعها في الماء. وأنا أيضا لم أعد كما كنت سابقا. أنت لست سيارة يا أخي، أنت قناص. لكنني كنت في الماء أيضا. أنت السبب أصلا في سقوطنا في الماء. لا يمكنك إلقاء اللوم علي، هناك خلل في السيارة. إن الرياح والرمال كثيرة جدا هنا. هذا لا شيء يا نمور، ستعرف ما هي الرمال إن واجهت رياحا قوية وعاتية. هذا لا يقارن. لا بد أن الحيوانات التي تعيش هنا مميزة جدا لتتحمل هذه الظروف. على العكس يا صديقي نمور، لا شيء مميز. الظروف البيئية في موطني أسوأ من هنا بكثير. إذا لماذا تعيش هناك برأيك يا حمور؟ لأننا اعتدنا على المناخ هناك، وبإمكاننا أن نعيش بحرية حيث لا يوجد العديد من الناس والحيوانات الشرسة. ترى هل الغابات أفضل من هذا المكان؟ الحيوانات التي تعيش هنا لا تعتقد ذلك. لا زلت أفتقد وطني. معك حق. إيه حمور، تعال وانظر بنفسك، أنت في وطنك. هذا ليس وطني. انتظر لحظة، سأذهب وأرى بنفس المكان. حمول، تعال وانظر، انظر بنفسك، حيوانات كثيرة تشبهك. لا يوجد جبال مغطاة بالثلوج. هذا ليس وطني. أليسوا أقربائك؟ بصراحة أنا لا أعرف. لنذهب ولنلقي نظرة. انظر، إنه يبدو كحمار صغير. من أنتم؟ أهلا، من أنت؟ اسمي حمور وهذا صديقي نمور. أخبرني يا حمور، من أين أتيتما؟ بيتي في الهضبة، هناك حيث الجبال المغطاة بالثلوج. في يوم من الأيام أتى شريران إلى هناك وأخذاني إلى حيث يسكن البشر، وصديقي نمور هو من أنقذني. في الواقع نريد أن نعود لوطننا، لهذا نحن هنا. هاي تعالوا، هذا قريبنا من الهضبة. مرحبا. لم نتوقع أن يكون لدينا أقارب في الهضبة. انظروا إليه، أليس وسيما؟ أخبرنا، كم عمرك؟ أقل من عام واحد. أنت طويل بالنسبة لسنك، لابد أن أقاربنا في الهضبة عمالقة. ما الفائدة طالما هناك من يقوم بملاحقته؟ لن يجرؤ أحد على ذلك وأنا هنا. هل تقصد بقولك أنه من الصعب أن يلاحقكم أحد هنا؟ أنا ملك الصحراء هنا، ألا تفهم؟ نعم، إنه كذلك. نعم. طالما أنت بحمايتي لن يمسك أي مكروه مهما كان. حسنا. لحظة، أسمع صوتا.
ما العمل؟ هؤلاء هم الأشرار إذن. لا تقلق، سأذهب لمقابلتهم وسترى مدى قوتي الحقيقية. من الأفضل أن نهرب بسرعة. نهرب؟ عد إلى هنا وإلا خسرت. لا تقلق يا صغير، لا أحد يضاهيه بسرعته، إنه سريع جدا. لا تعرفون شيئا. أنت خائف منهم لأنهم يلاحقونك منذ هذا زمن. واضح. اسمع يا نمور، نحن لا نخاف أبدا. ماذا يمكننا أن نفعل؟ لا أصدق. انظر، السيارة سريعة. انظر، هناك حمار كبير قادم. من الغريب أن يركض باتجاهنا. إنه جيد في الركض لكنه ليس أسرع من سيارتنا. انظر إلى ساقيه المتينتين. هيا لنسابق معه. لنسابق، وربما نستطيع الحصول على وجبة لذيذة. أنا جائع جدا. معك حق يا أخي، هيا أسرع. أرأيتم؟ إن كبيرنا يركض بسرعة. إنه رائع في الركض. أنت محق. هيا هيا يمكن اسبقهم. الفوز بالتأكيد. بصراحة يا حمور، لم أتوقع أن أقاربك يحبون النصر هكذا. الركض هو مهارتنا الأساسية، ومن يحسن الركض هو البطل. لكن عليك أن تعرف من هو خصمك وإلا ستخسر. لا نحتاج لاستخدام البندقية هذه المرة، أرغب في تذوق لحم الحمار. لابد أن مذاق هذا الحمار لذيذ جدا. سيموت راكضا إن تابعنا ملاحقته. نتلافى الخطر بالركض بسرعة. سيكون ذلك خطيرا. إذا هيا استخدم عقلك وأعطنا فكرة يا نمور. ماذا علينا أن نفعل؟ ماذا علينا أن نفعل؟ نمور، أخبرنا. يجب أن أتصرف بسرعة. نمور صديقي، هيا فكر أرجوك. لقد بدأ يتعب. باردة، سنحصل على لحم حمار مخلي قريبا. كم أتوق لمذاق هذا الحمار. هيا هيا. نمور، يبدو أن قواه قد تلاشت. أعطنا فكرة. نعم أرجوك، هيا أعطنا فكرة. ستنقطع أنفاسه إن استمر بالركض. أعطنا فكرة. لحظة من أرجوك فضلكم، نمور. ما رأيكم أن يركض غيره بدلا منه؟ فكرة جيدة. تعالوا إلى هنا جميعا، تعالوا. فكرة جيدة. لن نفكر بهذا الأمر. فسر لنا. أرى أنكم جميعا متشابهون، لذا إن ركض غيره فلن يعرف أحد ذلك. ولكن في هذه الحالة إذا فزنا بالسباق لا نستحق ذلك. نحن الحمير البرية نحظى دائما بالنصر بأنفسنا. لم نسمع أبدا بطرق كهذه. هذا غش. لكننا أيضا لا نستطيع أن نرى كبيرنا منهكا. افعلوا شيئا، إنها حالة طارئة. لنفعل شيئا لإنقاذه. لا نستطيع إخبار الآخرين أننا نحن الحمير البرية قد فزنا باستخدام الحيلة. لا. لا يمكن. إنها حالة طارئة، فلما أنتم مترددون؟ نعم، نحن نجيد الركض، لكن علينا أن نستخدم عقلنا عند الحاجة. لنجرب هذا. لنستخدم عقولنا هذه المرة. يجب علينا أن ننقذ الزعيم. نعم، يجب علينا أن ننقذ كبيرنا. لا بأس، لن نقول كلمة واحدة عن الموضوع، صدقوني. إنه في خطر، هيا بسرعة تحركوا. علينا أن ننفذ الخطة التي اقترحها نمور. ومن سيتطوع للركض؟ أنا أتطوع وأنا للركض. كذلك. وأنا أيضا. ترى ما الذي يجري أمامنا؟ الغبار كثيف هناك، انظري. ربما يكون سباقا للحمير البرية. أيمكن أن يكون الشريران يلاحقان صديقي نمور؟ إنها محمية للحمير البرية، وهم بارعون في الركض، إذ لابد أن يكون هذا الغبار الذي نراه برأيي بسبب سباق الحمير البرية كما أخبرتك.
أسرع. قطعنا مسافة طويلة، حمار قوي. سيكون هناك حدث تاريخي مستقبلا يقول إن قناص هزم حمارا كبيرا راكضا بواسطة سيارة تم تصليحها الآن. ووهو. رحبوا بي. هاي، لا تنسى أنني أنا من يقود. الأشياء المميزة فقط هي ما سيذكرها التاريخ، ليس المجندون السائقون. ماذا؟ هل تقصد أنك أنت القائد وأنا المجند؟ يا سمين، ماذا حصل لك؟ اسمع، تعال وقد بنفسك بما أنك القائد هنا. كنت أمزح يا أخي الصغير، نحن مجرد صيادين. متأكد؟ بالطبع. إذا لن نذكر في التاريخ. وما الذي سيضعنا في كتب التاريخ؟ على كل حال أنا لا أحب مادة التاريخ. لقد اختفيا، ربما لا يستطيعان الاستمرار. أيها الكبير، جد مكانا للراحة، سأكمل عنك. ما الذي يجري بالضبط؟ لا يوجد أي حيوان يستطيع أن يهزم هذه الآلة. أين ذلك الحمار البري؟ قد بسرعة وإلا فلن نحصل على لحم حمار مقلي. لا تقلق، لا يمكن أن يكون بعيدا. استمرا بملاحقتي أيها الشريران. هذا غريب، الحمار البري يركض أسرع من ذي قبل. انظر جيدا، إنه في الرمق الأخير. عندما نلقي القبض عليه سأعاقبه. لماذا تفعلون هذا؟ هيا قولوا لي الآن. بصراحة حتى نتغلب على البشر. هذا صحيح، الآلة التي يستخدمونها سريعة جدا. إنها لا تتعب. أخبرتكم لا يوجد حيوان يستطيع أن يهزم هذه الآلة، علينا ألا نتقيد بالقوانين. لكن هذا ليس أسلوبنا. صدقوني، أقول هذا لمصلحتكم. إن لم نتقيد بالخطة سنخسر أمام هذين الشريرين. علينا أن نتبع كل الأساليب الممكنة كي نتغلب عليهما. علينا أن نستخدم عقولنا. عقولنا؟ نعم حق. سأتفقد الوضع. لحظة، ماذا؟ إنهما قادمان. قواص، ما شأن هذا الحمار يركض أسرع من ذي قبل؟ لا تقلق، لن يفلت من بين أيدينا. لقد جاء ثانية، استعدوا للتالي. استعد، انطلق. ممتاز، فلنتابع هكذا. من هو الوقود الذي يستخدمه الحمار؟ فكر يا قناص. والسيارة تزداد حالتها سوءا فسوءا. فكر يا قناص. لحظة توقفي. إنه حمار، انظري. لا ليس حمارا. ماذا تقول؟ إنهما الأخوان القناص يطاردان حمارا بريا. مشكلة. حمار سيء الحظ. لا بأس، لنرى إن كان بإمكانه أن يسبق السيارة. لا، إن الحمار البري عنيد جدا، لن يتوقف حتى يتوقف قلبه. حسنا، سوف تنهك قواه. إن الأخوان قناص عنيدان حقا، ويبدو أنهما لن يتوبا أبدا حتى يسجنا ويعاقبا. لنذهب ونقوم بإبعادهما. اشفقوا على الحمار الصغير، يجب أن نساعده فورا. لا، ليست غلطتي، إن الحمار البري يركض في أماكن صعبة. ماذا أفعل؟ لماذا سمحت له بذلك؟ هدوء، لقد عدا ثانية. لم نركض منذ مدة بسعادة هكذا. إنها أفكار نمور. يا له من أمر ذكي. الآلة معتادة على الأراضي المنبسطة، لنلعب معها. هيا اتبعاني. دوري.
إنه يتباطأ، لن يستطيع الاستمرار. هيا ما بكما، الحقاني. كيف سمحت له أن يستدير نحونا وأن يسخر منا؟ أنت السبب. انتظر وسترى، لن يفلت مني. والذي ركض بذكاء أكبر. يعود الفضل إلى ضيفينا حمور ونمور. إن نمور هو من أتى بالفكرة. هذه هي نتيجة التعاون معا. نمور. أي أنت بحاجة إلى رخصة قيادة، هل تملك واحدة؟ أنا أقود بمهارة عالية، لكن ألم ترى الأرض؟ لا تجدان شيء. أنتما مضحكان جدا. هل ستجرؤ على إيذاء الحيوانات مجددا؟ قناص، هذه الحيوانات تنظر إلينا بازدراء. إنها تنظر إليك أنت. لازلنا نملك البنادق يا قناص، والآن سنريكم من سيضحك أخيرا. خطر! ابتعدوا! ماذا تقول يا نمور؟ إيه بندقية تطلق النار. لا تصدقوا هذا النمر، إنها ليست كذلك. اركضوا جميعا. هيا بسرعة، اركضوا. صوب نحوهم. سأنتقم منكما. ذلك الصغير ثانية، سأطلق عليه. هيا. استسلم. لما أنت خائف؟ لا يملكان سلاحا. لا يملكان سلاحا. سوف أريكما من أنا قواص. كلبون، هيا تحرك وافعل شيئا. شريران، ابتعدا. قواص، ارجم. أنت أولا. اذهب أنت. لم لا تذهب أنت؟ أنا الكبير وأنا أمرك. وأنا الصغير وأخاف. تخاف؟ نعم أخاف من الكلب، انظر إليه. فعلا وأنا كذلك، نسيت هذا الأمر. كلبون، أنت شجاع فعلا. تعاملوا مع الأشرار. إذا استمر وأبعد الأشرار من هنا. حسنا، سأبعدهما. إنه قادم نحونا. ماذا علينا أن نفعل؟ هيا قل. أمي. انتظرني. أيها الشريران، لا تعودا هنا. لا تأبه لهما، فلقد رأيت نمور للتو. نمور؟ نمور! ما العمل؟ نمور والحمار الصغير ذهبا بعيدا. إن هذين الصغيرين يحبان الحرية حقا. اسمع، هذا أبعد مكان قد وصل إليه أجدادنا على الإطلاق. لم نغادر هذا المكان أبدا، وهناك في الأمام جبل الثلج العظيم حيث لم نذهب يوما. ربما يكون موطن حمور خلف الجبل هناك. ليس هناك أجمل من الوطن.
أنت محق، ولولا وجودك أنت والفتاة والفتى الصغير لكنا قد خسرنا الكثير الكثير. شكرا لكم جميعا لأنكم رافقتمونا كل هذه المسافة الطويلة. سعدنا حقا برفقتكم. إلى اللقاء. مع السلامة. آه